نجاوبك كروستك ما عسيتهاش انت، داوها لك من تحت كروستك. لا نجاوبك. دو تعسلنا الجزائر. نجاوبك. لا خليني نجاوبك. راني ضيف عندك. راني ضيف. لا ضيف ولا ما ترشح. خليه يرد. واش يرد؟ هذه يرد. اي حاجه راه يقولها راك تنفيها سيد مصطفى. خليه يرد. لا نفيت انه مشى. تفضل. قلت لي سابك راك ساكن في الدار في الدوار في جلفه. راني ضيف في دارك. جيت الله يسلمك، راني جاي معك كروستي. ندخل نتعشاو وكي نخرج ما نصيبش السياره تاعي. انت المتهم يعني. شكون مسؤول على السياره؟ انا ولا انت؟ في زوج. انت راني ضيف عندك. انت ما جيت تقبض هذوك الامضاءات، ما جيت تقبضهم حتى نعود تشوف. راني ضيف عندك. دقيقه باش ما يكونش عندنا هذه الجزئيه لان راني في دارك يا سيدي. دقيقه سي كاس ما ترشح كيما انا. شوف نقول لك ولا لا؟ واحد يدخل مجلس دستوري، اي حاجه تصرى في المجلس الدستوري مسؤوليه ماهيش عندي، راهي عند المجلس الدستوري. صح ولا لا؟ الان اريد ان انتقل الى مجال اخر انطلاقا من هذه الواقعه. انا ما نحبهاش هذا التصرفات. طيب ما جاوبتش على سؤال تاع الجلفه. سيدي اقترح بانه الجلفه كعاصمه اداريه. تصرفات لم تجيب اصواتك انت ولا غيرك مش مقبول. طيب اوكي مصطفى بن عطاء الله لم تجيب على اقتراحي ان تكون الجلفه عاصمه اداريه. ودي وش فيها سؤال هذه؟ لا نورمالمون تقول يعطيك الصحه لانه الافلان وما اقترحش على سكان الجلفه. لا دخل الافلان في هذه، افهم الافلان المركزي. لا دخل الذي همش الجنوب وهمش الهضاب وهمش السكان الداخلي. ودخل الافلان درك في هذا. هو انت قيادي في الافلان ولا؟ هو الافلان واش دخل فيها؟ الافلان هي اللي دير. لا فهم بدل. مازالت في جبهه التحرير. اذا نتكلم عن جبهه التحرير. لا مع جبهه التحرير. فهمت الحكايه؟ ماذا لا نقول لك القضيه نتاع العاصمه. كنت تقول له بانه جاء من فرنسا اول اقتراح لا ان تكون الجلفه عاصمه اداريه. انا نقول مش قضيه تاع اقتراح. احنا لا نريد الاقتراح. فهمت الحكايه؟ احنا الملموس. اما انت ياك اقترحت باللي ما خلوش يروح ما خلوك شمالي. المره الجايه ترشح، واذا درت الجلفه بارك الله فيك. ان شاء الله يبارك فيك. خلاص سيد نكاز، ايضا في المقابل كل المقترحات التي قدمتها قبل الرئاسيات الان بعد سنه وصارت هذيك الواقعه، هنالك من صدق هنالك من كذب، هذا شيء عادي. ولكن ما عدا المسيره واش قمت من يعني الفتره ضيعتها في المشي في الشارع بدون تاسيس حزب. علي بن فليس اسس حزب، هنالك شخصيات عديده قدمت يعني اشياء ملموسه، في حين يقول البعض بانك اضعت الوقت في السير في الشوارع. لا الحمد لله. انا اقول لك الصح، زي العاصمه نبغيها. التقاط الصور ووضعها في الفيسبوك. شوف العاصمه نبغيها بصح نهار ولا زوج، ماشي 365 يوم في العام. كاين الله يبارك. لا قادر تكون في تمرست وتمارس السياسه يعني عادي. ولكن البعض يقول لك بانه ماذا قدمت ما عدا المسيره في خلال هذه السنه الاولى من تواجدك في الساحه السياسيه في الجزائر؟ شوف احنا درنا ملف بيديروا حزب في الجزائر 9 شهور في لو 29 جو درنا ملف. عيطوا لنا قبل ما بديت هذه المسيره من تيجي حتى العين صلاح، قالوا لي بلي هذا الملف تاعك ما صبناش، لازم تعاود لنا ملف جديد. يعني ضاع الملف الثاني تاع الحزب. عيطوا لهم كل اشياء تقدمها تضيع، يعني تتهم الاداره بانه مانيش عارف. شوف انا من لا هنا يا تتهم يا ما تتهمش، ما كاش مانيش عارف. هما عيطوا لي. يا اما تتهم السلطه بانها سرقت استماراتك لانها تخاف من ترشحك، واضاعت ملف حزبك لانها تخاف ان تؤسس حزب يلتف حوله الشباب. يا اما تتهم يا اما ما تتهمش. جاوبك يا سي قالوا لي زيد عاود ملف ونتلاقاو ونقولوا لك واش خاص وماش خاص. قلت لهم خلوني نكمل هذه المسيره تاع الى العين صلاح، من بعد نتلاقاو ان شاء الله. ممكن ان شاء الله بالك الاسبوع الجاي هذا هو سؤالي، ان جهدك يضيع في الشارع بدلا من ان تؤطر من تقول بانهم شباب يلتفون حولك. من المفروض تعطيهم اطار منظم اللي هو حزب سياسي وليس التقاط صور مع الشباب في الشوارع. احنا رانا باغيين نديروا حزب سياسي يعني افيك لاغريمون دو مينيستير دو لانتيريور، ولكن راهم يعطلونا شويه ممكن هذه السياسه طيب في الجزائر. ما زلت كاينه. المره اللي فاتت كنت ضيفي وقلت لك هذا السؤال، هل هنالك من يخاف من رشيد نكاز ان يؤسس حزبا سياسيا او ان يترشح للانتخابات؟ انا راني نشوف باللي انا كي نخرج في الشوارع في 48 ولايه ما عندي لا كارد دو كور لا والو. الحمد لله كارد دو كور هما شباب ينزلوا من السياره من الكار من الكاميوات. الحمد لله
1255 كيلو. لو كان بغيت نعاودوا ماشيين على الاقدام. ايوه ماشيين على الاقدام ودرتوا في القيطون في الليل. ماشيين على الاقدام. قلت البوليسيه السوفيه هما ما تبعوا فينا. فين يتبعوا فيك؟ نقول لك حاجه ولا لا؟ قالت كوردوريه وكبل كان يتبع فيك سي مصطفى. ما كانوش يهسوا، كانوا يراقبوا فيه ولا يحرسونه. ولا ما عندهمش رقابه بطريقه اخرى. انا ما نعرفش. يا خلاص انا نعرف. انا نعرف. عندهم رقابه بطريقه اخرى. كاينه. مليح الله يبارك. كاينه. طيب. احنا جينا هنا داخلين 20 رقابه، حتى ندور في الدوله البوليسيه ما عندهمش رقابه. والله قاعد احنا دوله بوليسيه. ما كان لا ديمقراطيه لا سيدي زكريا. لا الديمقراطيه. ما كنتش اسمع لي دوله بوليسيه. الديمقراطيه المتوحشه لا. واش الرقابه واش معناتها؟ الديمقراطيه الهادئه. فهمت الحكايه؟ الهادئه اللي الديمقراطيه الهادئه التي مش قضيه 70 سنه ولا 80 سنه. فهمت الحكايه؟ انا راك مع الشباب ولا لا؟ انت عارف شباب جزائري. احنا رانا راك انت ضد الشيوخ ولا نقول لك ولا لا؟ انت ضد الشيوخ. مانيش ضد الشيوخ. انا ثاني باغي نريحوا. خلاص شوف سي مصطفى. انا ثاني من راني باغي باللي الشيوخه كيما انتوما الله يكثر خيركم فلازم نريحوا شويه. والله راني بقلبي. بعثونا الحمام رقه. علاش لا؟ علاش لا؟ لا علاش لا؟ علاش لا؟ انا الوالده تاعي شوف. والله ديروا بنا الصابون كما قال هتلر. نقول لك ولا جاوبك. انا الوالده تاعي الله يرحمها. لا مسالك الحمد لله. مسالك الحمد لله الله يعطيها الصحه اكثر. عندها 79 سنه. تعرف تقول لي؟ يعطيك الصحه. قالت لي اروح دير لي حمام صالحي الحمام ريغه. هي راهي باغيه صوالح هذا. هي مش عارفه باللي الصندوق كداوه من قدامك. لا على بالها بكل شيء. تقول لك هذا مش قصدك والله ما نقول لك لا. شوف والله سي مصطفى راني باغي باللي تريح انت كيما انت. راني مريح انا. شوف كيما انت وكاع هذو الجماعه الله يكثر خيركم. بصح دروك الوقت الشباب جا ما فيها والو. ما راناش نضد عليكم بصح دروك نضدنا 2015 تطالب الشيوخ من الشباب الى الشباب ويعطيكم الصحه. وكي خطرات اون بوزوان دو كونساي بيان سور نشاوركم. هذه سي نورمال نشاوركم. انا ما كل يوم نشاوركم وخا يا الوالده واش تخبي لو كان بغيت ندير هذا المشيام اللي تيجي يوزوه حتى العين صار. واش قالت لك امك؟ تعرف قالت لي؟ استحفظ على روحك وتعرف كي تمشي. تستحفظ على روحك تمشي 1600 كيلو ما خذيتش راي امك. لا 1200 كيلو والله مالك. واش الحمد لله هكذا راك جيت توزن 2 كيلو. بس الحمد لله هذه لا طاي لا ولا والله الحمد لله. كانت خايفه على روحي بس الحمد لله تشوف بعينك. الحمد لله ومانيش نكذب ربي راه شاهد. يا ربي شاهد. انت ما خذيتش راي امك تاخذ راي. لا قلت استحفظ على روحك. انا ثاني نقول لك استحفظ على روحك. طيب صحيح يعطيك الصحه. هو سؤال يبارك فيك. يقول لك ارحلوا الان المشهد السياسي لم يعد يحتمل مزيد من كبار السن. أولى لهؤلاء الشباب بنسبة كبيرة. دائما السلطة تقول 75% شباب 75% شباب. متى يحكم هؤلاء؟ سؤال منطقي وسؤال واقعي. أنا نقول لك برك حاجة. أنت كملاحظ يعني ماكش السلطة. لا أنا نقول لك حاجة. أنا نقول هل شفت أنت يا غابة من الغابات هل شفت فيها الشجر الكبير برك ولا الشجر الصغير برك؟ فيها كل شيء. فيها الشجر فيها الفسيلة وفيها الشجر الباسقة. هكذا ولا هذا؟ هذه نستظل بها وهذه نأكل ثمرتها وهذه ننتظرها حتى إلى وقتها. القضية نتحدثوا في السياسة. السياسة ما فيهش مصطلح ابعد عن الطريق وخلينا نعقب. ما فيهش. لا كاين. لا اسمح لي. لا اسمح لي. اترشح. كاين لا 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 ارحل. اسمع وانا ثاني نقول لك ارحل. راك معايا. يرحلون عن طريق الصناديق أولى بأن يرحلون عن طريق ثورات شعبية وغضب شعبي. وتعرف ما وقع في بلدان أخرى. يعني يفهموا واحد أعمار تاريخهم. ساركوزي تاع فرنسا صغير. هولندا صغير. ايطاليا اللي فيه 95 سنه صغير. تاع اسبانيا اسمح لي ما تنساش انت باللي القضيه نتاع العولمه راهي داخله في تانيث المجتمع. اوباما شاف عمره. اسمح لي تانيث المجتمع هذه داخله في اسمه العولمه نتاع تانيث المجتمع وتشبيب السلطه. انا نقول لك حاجه. عولمه هذه. نعم يا مرحبا بها. لا مش اذا كانت تشبيب السلطه مرحبا بها. تزيد فيه انا راك شيء مرحبا بها. اذا كانت تشبيب السلطه راك معايا. وانت ثاني من بعد يقول لك مولا 20 سنه زيد فيه. معليش. هي مالي معليش راك بعد الطريق. لا معليش. طيب الحمد لله. السيدنا رشيد نكاز ما هي الدلائل المتوفره لديك وتعتقد بان هنالك محاربه للشباب؟ البعض يقول ما تشوفش منصب رئيس الجمهوريه فقط انما على امتداد المسؤوليات والمناصب. كاين بزاف شباب في مواقع مهمه في البلد وبالتالي لا يجوز اننا نشوفوا في منصب واحد ونبنوا عليه المعارضه نتاعنا. صح قول لي وين هم هذو الشباب اللي عندهم مسؤوليه في الجزائر؟ قول لي شكون؟ تاع الحكومه ليسوا كبار في السن. عندهم مسؤوليه. ليسوا شيوخا.
الوزراء عندهم مسؤوليه، يعني كي يديروا حاجه عندهم قرار. من المفروض ان عندهم مناصب شوف هذه الحكومه وصلاحيات. عندنا تصويره برك، تصويره يعني كاع حدود تصويره، وشكون اللي راح يحكم البلاد كي هادو تصاوير برك؟ ممكن شركات اجنبيه، شركات اجنبيه تحكم عندهم البلد. 49%. عندهم 49% في الصحراء. هذه حاجه 49% يعني 49%. انت تقدم البلد وكانها بلا سياده، والحكومه نتاعها حكومه لا تحكم اليوم لا تحكم والو. طيب نقولها لكم قدام الشعب الجزائري، نقولها لكم من دروك. لا درك نقول لك الحكومه الجزائريه اليوم ما تحكم مجرد والو. صور يقول لك. وي تفضل سي مصطفى. لازمنا نخدموا واحد الحاجه، تفضل. للكبار دورهم وللصغار دورهم. هذه تجاوزناها لا الآن. لا 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 اسمح لي، يقول لك هاني الحكومة رايح بلا سيادة. لا لا هاني رايح هاني رايح. تفضل. فهمت الحكايه؟ الناس ينبغي ان لنبني ينبغي ان يكون التكامل. راك معايا؟ هذا برأيه وفكره، وهذا بجهده ونشاطه، وتبنى الجزائر. ما القضيه نتاع الوسمع نتاع الحكومه واش قال عليها؟ الحكومه مجرد صور بلا قرار، بلا سياده. والقرار الاقتصادي ما دام باعوا الصحراء 49 51%، معناتها هذه الحكومه ايضا ما عندها السياده ولا قرار. والله هذه شوف انا مانيش متحدث باسم الحكومه، الحكومه هي اللي تجاوبك. لا كم يعني لا واش رايك انت؟ البرلمان سابق هذا رئيس بومدين. اولا نقول لك لا ولو كان حضرت بومدين 71 دير فيه ما اكثر من ذا. لا 71 كنت هنا ها كي دار الناسيوناليزاسيون تاع البترول 71 أيه. 24 فبراير. أيه. كما قال دروك الجزائر راهي جابت الاستقلال الاقتصادي تاعها. دروك وخرنا مارشاليه راك عارف. ما وخرناش. لا ما وخرناش. لا تغتر فيها قبل في الوجه. ما وخرناش. اسمع انت كيفاه تمشي لقدام والجزائر توخر، ما كانش من هذا. شوف نقول لك حاجه كي مشيت بكذا لا ما كان قدامك لانك من البدايه شفت الشركات الاجنبيه. شوف انا رحت الصحراء يا رجل شركه اجنبيه دون سقسيه. نقول لك ولا لا؟ اسمع الكراسه اللي جيت فيها انت وين مخدومه عندنا احنا ثاني اجنبيه، شركه اجنبيه. هذه حاجه مليحه. اسمع هذه حاجه مليحه. مش حاجه مليحه. 53 سنه هذا 53. اسمع على 53 سنه. انا اقول لك اقتصاد في الجزائر. انا نقول لك جاوبني على ما كاش اقتصاد في الجزائر. فرنسا اسمع على اللي يشرو كل شيء اسمع علاش؟ اسمع باري في فرنسا انا رحت لواحد تاع وين يبيعوا التكنولوجي وهذا الكاستات وهذه الحيات. فهمت الحكايه؟ والله كانك في بكين، تقول ماكش كاع في باري. راك تعرف ربما المدينه هذيك المدينه وين يبيعوا نتاع الحوايج تاع التكنولوجي هذه فيها كاع معايا ولا والله العظيم شوف يعني لسنا وحدنا فقط في هذا بيجو تسمع بها بيجو بيجو مالها شركه شيء تعمل فرنسيه صح غودو فرنسيه ستروان فرنسيه ايربيس اوروبيه. الجزائر اش عندها؟ شنو الجزائر اش خدمت؟ والجزائر خدش عندنا الحديث. لا قول لي اش خدمت. انت يا عوض ما تشجع الناس على العلم. واش عندها نقاز، عندها سينغال. لا واش عندها واش عندها؟ لا عندها سي مصطفى عندها ثقه. لا قول لي الجزائر اش خدمت؟ عندنا الحديث 53 سنه. عندنا الحديث. اسمع لي السؤال برك 53 سنه جبنا استقلال. لا قلنا في عمر الدوله بالنسبه للدوله استقلال في عمر باكستان اقدم منا. لا جاوبني الجزائر. حضري على الجزائر. باكستان داروا لها بومبا اتوميه. لا اسمع البومبا خليتوا ديروا بومبا، احنا جينا دون نخرجوا الغاز. قول لي الجزائر تفدقوها كاع. سي مصطفى 53 سنه قول لي حاجه الجزائر خدمتها. قول لي حاجه. اسمع هذه مش قضيه. اسمع نقول لك مش قضيه. اسمع لا ما نبداوش درك نقول لك حاجه. السؤال قبيل كنت تقول على الطرق انت ها مشيت الصحراء انت. وين مشيت الصحراء؟ كاع كلها. وين مشيت؟ لا مش كلها. لا شوف تيندو اليزي عين منها حسين مسعود. اسمع شوف بكري ما كنتش نعرفها. سي مصطفى اسمع عامل سبق صح ما نعرفهاش. ممكن نعرفها غير من الدبداب. تعرف الدبداب وين جا؟ ما نعرفش. الدبداب في الحدود الليبيه. ما نعرف. زيد سامي غدامس حتى اسمها الورقله. زيد معايا حوالي 1000 كيلو. طابي قول لي تابي. لا خويا نعم. لا اسمح لي. نعم وش مشيت انا تراك ما مشيت. اسمح لي انا مشيت. انا قلت لك ما كاش تابي. لا تابي. ما اسمع انا نقول فيها امام الناس واروح نعم قدام الشعب الجزائري. اسمع لا الشعب شوف شوف حسين مسعود ما فيهاش تابي. كتقول لي باللي تابي مخدومه حسين مسعود مالي والله ما تعرفها. انا نحلف لك والله ما تعرف حسين مسعود. تروتوار ما فيهاش. تروتوار ولا لا؟ رايح اسمع كي تعود رايح من غردايه من غير انا قايل البارح كنت في العطف. راك من غردايه كي تعود رايح من غردايه الورقله. واش كاين طريق؟ مليحه. واش كاين؟ مليحه. تعش طريق مليحه. تعش طريق مليحه. تابي مليحه هذه هي كي توصل حسين مسعود. راك معايا فيها طريق ولا لا؟ استنى نقول لك حسين مسعود فيها تروتوار ولا لا؟ حتى للمنيعه وحاسل فحل. واش فيه تابي ولا مش تابي؟ ومن بعد
شنو من بعد؟ بعد حتى جبل الجاردن ديال عين صالح. اسمع قولي بليعه عين صالح. طريق دايره. لا جاوبني. تيميمون اسمع انا نقول لك تيميمون راه مسميها. شوف نقول لك ولا لا؟ نعرف مشيتهم. تاع مراست 500 كيلو تاع بيست. تاع جده. مليعه. لا فيها ربع. اسمع لي هذه تاع اولا تاع تمراست هذه الله يرحم بومدين. الله يرحمه. تاع في اطار الخدمه الوطنيه. شحال فيها بيست؟ الطريق اسمح لي. الطريق نتاع واسمها نتاع مليحه ولا مش مليحه؟ اللي رايحه لهذوك راك معايا ولا؟ خدموها المره الاولى خدموها لا طابي لا والو، من بعد درك فيها حوالي 40 كيلو. راك معايا ولا؟ 50 كيلو بيست. هي شحال فيها هي من حتى لهي شحال؟ بين شوف ما عين صالح يا ودي هذا راه يشوف بالفلول واش هذا والله العظيم. انا مشيت هو ساره وانا ما سرتش. لا انت ثاني سرت باش نقول سرت ولكن باش اسمع نهار الخميس هذا راني رايح. وين راك راك معايا؟ رايح حتى لتيميمون. مسيره بالطياره ولا انا نتاع طياره ماشي عارف ممكن. انا كان تاع كراريسه تاع الطياره هذيك ايش دعوتها هذه؟ عندي سؤال في الطياره. مشينا على الاقدام؟ مشينا على الاقدام ماشي مسيره؟ لا هو مشى هو كيش هو مشى طيب اوكي والله عندي سؤال سي مصطفى بالنسبه انا عندي سؤال برك تفضل تريد ان تسال تفضل. لو كان نجيب لك الماء تاع عين صالح جبتو حد البير تاع الشركه الامريكيه ليبرتون داروا استخراج تاع الغاز الصخري تشربوا ولا لا؟ نشرب. اي تفضل. تاع هذيك اشرب قبل انتبه نموتوا في زوج نهنوا الزير. لا انا ما شربوش. انا ما نكذبش عليك. والله تروح وانا نروح. والله ما نكذب عليك. شنو تكذب عليا؟ لا والله ما نكذب على انا والله ما نشربه. تعرف علاه؟ هذا والشعب تاع ثم خليته يشربوا. طيب هذا ماء من عين صالح. عين صالح 5 كيلو. لا شركه هاليبورتون حدا بمحاذاه شركه هاليبورتون الامريكيه. فوالا البير وين؟ ماء غير صالح للشرب. طيب سيد مصطفى بن عطاء الله يشرب الماء. ما بغاش يشرب. هو يقول لك انا لا. طيب اعطيني الماء زعما كاس معليش صحاوي تاع عزة كيف؟ وانا نشرب داير التجربه. لا ما شربوش. لا لانه هو ما تعرف تقول لي نسقسيك انت راك تبكي على الشعب. وعلاش الشعب تخلي فيه يشرب ويموت؟ لا ما يشربوش. قول له ما تشربش. لا ما يشربوش. وقاعد ما يشرب جاي تكرهش في الناس هنا. دروك راه يشرب. لا مش هكذا قال لك مادام ما يشربوش الشعب. لا ما يشربوش معايا ولا معناتها هو يقول لك بان الشعب يريد السلطه تريد ان تسمم الشعب ان تسمم من خلال هذه المشاريع. تسممها تسمم الشعب من خلال هذه المشاريع. خطا اسمح لي هذه مبالغات كبيره وخطا كبير. هذه ديماغوجيه وهذه ما كانش كاع. لا ما كاينش. لا السلطه تسممها. نقول لك لا ما همش عباده. ما يعرفوش راس والله ما يعرفوش لا محسوب احنا نحبوا. قلت لي ديماغوجيه. اسمع تمرات تاعنا رحت لهم قبل تقبض معاهم تصويره تديها كيما كاش نهار تقصر بها مع الشعب. سي مصطفى ما نقصرش مع الشعب راني نقصر على الجزائر. واش ديت لهم؟ شوف نقول لك ولا لا؟ واش ديتهم؟ شوف انا جبت الماء جبت الماء كاع الناس. انا نجيب لك الماء تاع زمزم ونعطي لك زين كيما هو واشرب او بالكروسه بالك راه كاين. شوف سي مصطفى والله باللي هاك تقول بلي طيب انا لا اتحمل مسؤوليه ما قد يحدث للسيد مصطفى بن عطاء الله. لا معليش بحال شارب الدم كيف الشروق ولا كذا قلع لي هذا. لا كاين كاس. اسمع ما تستعمل عمله. علاش؟ اشرب انت باه تهني الجزائر منك. والله ما نشربوه. علاه ما تشربوش؟ تعرف علاش؟ باه الشعب الجزائري يفيق واش راه كاين في الجزائر اليوم. اي تفضل نشربها. مسؤوليه راهي عندك. هذا في الغاز الصخري. هذا سي نقاز اللي يدير عود رئيس الجمهوريه جاي يرهجنا في الشعب. هذا انت ترهج في الشعب. راك تقول بلي غاز الصخري مليحه حاجه مليحه الجزائر. جايب هذه ولا راك جايبه من سوق الحراش هذا واش كان اللي قال انت ولا راك جايبه من واد الحراش؟ وين اللي قال راك جايبه؟ كلمة اسمع بها كلمة الله صارت باش نفهموا سيد والله جبتوه من عين صالح. وين ذي؟ طيب الشعب الشعب في عين صالح يشربوا هذا الماء. ما يشرب. ابي يشربوا ضربك. نعم ابي يشربوا. واش يشرب؟ ابي يشربوا الماء تاع القرعه. تعرف علاش؟ قرعه قد تسوى. تعرف علاش ولا لا؟ باسكو ما يامنوش. تعرف علاش؟ اسمع هذا الماء مليء بالسموم. نسقسيك فهمتني ولا لا؟ شكون المسؤول على وضع على تسميم هذا الماء للمواطنين؟ الشركات أجنبية كيما توتال شلومبرجي. حرصت تغلط سيد بن عطاء. لا ما نغلطش. شلومبرجي ولا ليبرتون دروك عندهم 49% تاع الصحراء وراهم باغيين يديروا ليكسبلوطاسيون تاع الغاز الصخري في الجنوب الجزائري. كذلك ضد الغاز الصخري ولا ضد توتال؟ والله ما فهمت. هما راهم يستعمروا في الجزائر اليوم. وينهم؟ فرنسا. فرنسا والامريكان. لازم الشعب الجزائري يفيق. لا الامريكان ما دخلنا فيه احنا رانا في توتال.
توتال هما الاولى اللي بداوا، ودروك الي بارتون شركه امريكيه. ها قدامي 10 كاميوات فاتوا قدامي صورتهم، انا كنت نمشي تشوفهم في يوتيوب. انا قلت لهم لازم يديروا توقيف تاع 7 سنين كما هضرنا الساعه، كي يديروا دواء جديد يقارعوا 7 سنين يشوفوا لي زيفي سيكوندير، ومن بعد لو كان يشوفوا باللي الحمد لله ما كاش زيفي سيكوندير نقدروا نديروا لا برودكسيون. ولكن اليوم رانا عارفين باللي التكنيكيه تاع لا فراكتوراسيون هيدروليك راهي سي اون تكنيك دونجروز بور لا سانتي بوبليك. ودروك الماء تاع صراحه معناتها المخاوف اللي كان يقدموها المواطنين على اساس انه الصحه والماء ليست مخاوف هكا منطلقه من فراغ، وانما هي صحيحه في انها فعلا تشكل خطر على صحه المواطنين. المياه وغيرها. هذا نرجعوا هل ثبت علميا؟ هذا هو السؤال. ثبت علميا؟ نعم. قدمتها للدوله الجزائريه؟ اسمح لي، قدمتها للدوله الجزائريه؟ نعم. بالبراهين وبكلش؟ نعم. وما خذاوش رايك؟ ما جاوبوش. ما جاوبوش كاع. ماشي راي، انا ما عنديش راي، انا سياسي ما عنديش. ما جاوبوا العلماء ذو منين جبتهم انت؟ راه باينه. ها لا قلنا العلماء اللي داروا الاناليز امريكان فرنسا كيفاش جاوك استراليا. الدوله ما جاوهاش وانت جاوك. انا نعرفهم يا خويا. الدوله ما تعرفهاش. سي مصطفى هاودي هذا تقسيم للدوله. اشرب انت تعرف وين هو اشرب انت سيدي بعد لنا من الجزائر. ما نشربش انايا. انت لا ما تشربش. انا مهبول نشرب. لا لا ماكش مهبول. ماكش مهبول. الحمد لله. اسمع كيفاه مهبول. فاني ماكش مهبول. اسمع ما واش يشربوا. اسمع سكان تاع عين صلاح ماهوش مهابين ثاني، ما بغاوش يشربوه. وين همدون؟ يا ودي انت تستغل في عين صالح ياسر، والله قد تستغل. دون سقسي والله باغي نهضر على جلفه ولا على العاصمه؟ لا الجلفه مش محتاجاتك، رانا احنا هنا وليداتها راهم لهنا. الله يبارك. اسمع وليداتها حنايا والجلفه، لو لم اكن جلفويا لتمنيت ان اكون من الجلفه. على بالك الجلفه، ولكن انت راك تجاوبك ولا لا؟ اسمع لو تو دو كونسير الجلفه طلع كيما قاعد علاه. هذيك لو زيد تاع جيب لنا الطبه، انت لا قالوا الطوه، انا ثاني نقول له الطوره طلع 90%. سي مصطفى جيب لنا. اسمع لازم نريد نحافظوا على بلادنا، نحوسوا لي سوليسيون مش لي بروبليم. الحلول ما نديروش على الصخر. الحبروب توقيف 7 سنين ولا 7 سنين. نعم. العلماء قالوها ولا انت؟ نعم قالوا سياسي. طيب ما بقاش وقت بزاف يا ودي هذا راه يتحدث سياسي وعالم الان لانه في الوقت الحمد لله. شوف في الوقت المتبقي فاهم المشكل دروك تاع عين صالح. لا هو مشكل متعلق بصحه المواطنين. ما تشربش الماء يعني قرار اخير. لا درك نشربكم انتم بها. طيب سيدنا كاز، زياده على انه المواطن ما تغلطش في الماء تاع عين صالح. شربت ايوه. زياده على ان المواطن الان في عين صالح قلت غاز صخري قضايا وكذا، البعض يسال بعد هذا العام ما شفتش باللي السلطه حاربت الفساد، قدمت ناس للعداله، وانت قمت بالذهاب الى فرنسا وامريكا. البعض انت قدمتها على اساس انك تريد ان تلاحق المفسدين، والبعض قال بانها تشويه لسمعه البلد في الخارج. كيف ترد؟ بسرعه لانه الوقت ما بقناش على القضيه. في جانفي رحت لامريكا واشنطن بالنسبه للقضيه تاع شكيب خليل، وهنايا قالوا لي باللي شكيب خليل ما عندوش الجنسيه امريكيه، وقلت لهم علاه ما طردوش يعني شكيب خليل الى الجزائر؟ قال لي الجزائر ما سقطت، ما درتلاش دوموند اوفيسيال ديكستراديسيون. واش درت كيما رجعت هنا في الجزائر؟ كتبت بريا الوزير العداله دوك المينستر دو لا جوستيس مسيو طيب لوح، وقلت له واش تقارع باه ديروا دوموند اوفيسيال ديكستراديسيون للولايات المتحده باه يرجعوه هنايا شكيب خليل. ما جاوبوش. يعني واش المعنى؟ الجزائر قدام الشعب الجزائري تقول باللي راهي ضد الفساد، ولكن في الصح ما دير والو. طيب. هذه هي قضيه الفساد. تريد ان تعلق عليها؟ لا انت ما عم تحدثت في امريكا، في امريكا ما عم تحدثت. عندي علاقات، انا كتبت كتاب. والعلاقات هذه انت دايرها. اسمع العلاقات مالي علامه استفهام نديروها. مالي علامه بوان دانتيروغاسيون قد الجزائر. انت عندك العلاقات مع السلطات الامريكيه، مع السلطات الفرنسيه، مع السلطات كذا. ماني مشكوك فيك. كله لا مشكوك فيك. لا ما سقسيك ما والو. سقسيك انت صار دوله اسمها الجزائر اللي مات عليها مليون ونص شهيد، ما عندهاش علاقه مع امريكا، وانت في فرنسا فهمت الحكايه؟ عندك علاقه مع السلطات الامريكيه. بوان دانتيروغاسيون. جاوبك. علامه استفهام. عندي علاقه مع فرنسا. شوف فرنسا امريكيه ايطاليا جابون كندا. في الامم المتحده انت. خليني باش نخليك في الامم المتحده خلاص. الحمد لله درت كتاب في 2000 بعد كاع ذو الرئاسه هذو ونعرفهم للان، وعندي علاقات مع 56 دوله الحمد لله مسلمه. لا مع حكومات ام مع اشخاص؟ حكومات رجال اعمال. بصفتك ماذا سيدي؟ الحمد لله. بصفتك واش نهضرك؟
هذا راه الا بصفتك الامين تركيا. الامين العام للامم المتحده. فك نفهمك. فهمني انايا ذا يحط تراب هذه. نقول لك ولا لا؟ انايا ملي عندي 18 سنه ما كنتش نرقد ونقعد في الحومه تاعي. خلينا نجاوبك. كنت نحوس نفهم الدنيا كي راهي تدور والعالم كي راهي يدور. درت كتوبه، درت لو بيزنس. De cette façon, j'ai pu connaître les personnalités dans le monde entier. الحمد لله. كي نروح امريكان يستقبلوني، نروح فرنسا يستقبلوني، نروح الطليان، نروح الباكستان، نروح افغانستان، الحمد لله عندي علاقات. وراني باغي اليوم لما تطرح يعني لما تطرح موضوع جزائري هذو لي كونيسونس، هذو الصوالح اللي لما نعرفهم تطرح في العالم. موضوع جزائري في عواصم دوليه، الا يعد هذا التدويل لمشكل داخلي وتصدر مشاكل داخليه من المفروض نحلوها بعضنا بعض هنا في الجزائر؟ شوف بالنسبه للغاز الصخري مشكل خارجي. هذو الشركات كيما توتال، كيما بريتيش بتروليوم، كيما اليبرتون، كيما شلومبرجي، هذو بغاو يستعمروا البلاد. لازم يفو كون فاس اون روميز ابلا. يعني هذا القانون تاع 49% انا ما نقبلش. بلي نعطوا 49% تاع الغاز وتاع البترول تاع الجزائر. تاع الامريكان كي رحت لهم ما اثرت فيهم انت ولا والو؟ ولا مواطن جزائري لا 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 ما اثرت فيهم ولا والو؟ سي مصطفى بحكم علاقاتك بحكم علاقاتك ما اثرت فيهم. سي مصطفى قول لك ولا لا؟ بالنسبه لهم ما اثروا فيك. بالنسبه للقضيه تاع تشكك في ان علاش هذا الاسطوانه لا لا مش اسطوانه مش البلاد عندها علاقات مع الخارج وباعوا البلاد وباعوا ثرواتها وهما اللي باعوا سيادتها. ما قلناش نكز ماشي لا ما اسمح لي مستحق بس علاقاتهم مع السلطات الامريكيه. علاقته كشخص كرجل اعمال وسياسي. لا رجل اعمال واش رجع لوك هذا كسياسي وكرجل اعمال كناشط اسمع كاينين سياسيين اكثر منه. علاش حنا كنشوفوا لو بان تاع فرنسا لو بان اللي دار بنته تاع فرنسا علاش ما عندوش مصطفى بن عطاء الله علاش كنشوفوا رئيس وزراء كندا ولا اي ناشط كندي ما عندوش حتى كندا نقولوا الله يبارك واحد كندي ولا هولندي ولا ولكن كيكون واحد جزائري دائما نشكوا فيه. لا ماشي نشكوا فيه ولكن انت دير علامه تعجب عليه. اسمح لي السؤال شيء راك معايا ولا السؤال شيء درك هذه مش من مهامك انت. حكيت تعود انت تملك ما تملك ما هي وعلاقتك ما توصلكش للبيت الابيض الامريكي. سي مصطفى البيت الابيض الامريكي السعوديه والدول هذه كاع محظت فيها وهو يروح يدخل بلا في صنفره بلا بورتا هذه فهمتي؟ لا سبعة واش قالوا لي ولا لا؟ تاع الامم المتحده كيدوريجيان الامم المتحده بالذات راه يلزموا بروتوكول معين. هو قال لك انا نروح نقربع عليهم هكذا. حكم علاقات شخصيه علاقات شخصيه مع الدول. اسمع ليس عيبا لا اسمع ولا جريمه. وانا قلت عيبا انا وليست جريمه. ما قلتش عيبا ما قلت جريمه. هذا العيب والجريمه انت قلتها انا ما قلتش انا. لا اسمح لي انت كلامك راه لا احنا خليني نجاوب. لا انا قلت ما يعني علامه استفهام. نعم راح العيد صالح شككت فيه. راح امريكا شككت فيه. وين يروح؟ حستك هذه قاعد اسمح لي اسمعني نقول لا مش في الدوار. خليني نجاوب. لا مش في الدوار بصح تلعبوا الناس درك بهذه اللعبات. كان الوطن وطن والوطنيه وطنيه. لماذا؟ ما هيش قضيه سؤال منطقي. لماذا لم تقدم اللقاءات للضوء بالشفافيه وما شفناكش ريحت مع ناس؟ يعني رحت لامريكا شفنا صورتك امام البيت الابيض بصح ما شفناش اللقاءات اللي درتها وطرحت فيها المشكله تاع الشيخ خالد. هما ما يبغوش. انا رحت السفيره هنايا السفير تاع الامريكان هنا في الجزائر ما قبلوش بلي نصوروا هنايا لومباساد الجيري والشرطه كانوا هنايا جدرميه كانوا هنايا. هذه حاجه شفافيه في الدوله الديمقراطيه. ممنوع تدخل تليفون. هذا هو هذه تعرفها انت عندك تجربه. طيب صح ولا لا؟ نستعطيك السؤال. لا خليني كمل بالنسبه هذا بالنسبه للقضيه تاع شكيب خليل. اسمح لي بالنسبه للقضيه فوالا بالنسبه للقضيه تاع شكيب خليل الامريكان قالوا لي ما عندنا حتى مشكل لو كان العداله الجزائريه. ثم المشكله في الجزائر بالنسبه هذه بصح كي سقسيتهم بالنسبه للغاز الصخري مع اليبرتون قالوا لي لا ما نحبسوش هكاك عايناني. شكيب خليل ما عندهمش مشكل بصح قضيه ماليه تاع الغاز الصخري قالوا لنا لا ما نحبسوش. هنايا الدولة التي تقول بأنها تحارب الفساد سيد راح لأمريكا وفضح بأن الجزائر هي التي لم تقم بإجراء استدعائه. أي ثقة تبقى أي بإجراء استدعاء ومثوله أمام العدالة. أي ثقة تبقى للمواطن في عدالة بلده وفي وطنه وسيادته. القضية نتاع شكيب بالك رانا تناولناها هنايا 4 خطرات ولا 5 خطرات. صح أكثر هكذا ولا؟ درك القضيه نتاع شكيب هذه شكيب قلت لك انا قداش خطره نقول لك انا اذا انا يا السارق والمختلس
وكل واحد من هذا خارج عن الطريق انا ضده. ومن اعانه؟ راك معايا؟ ومن اعانه ومن عينه؟ اسمح لي، ومن عينه؟ وين هو؟ سميه لي ترى وينه؟ اللي عين هي اللي عين، انا عينته. لا عينه خلاص اللي روح البوتفليقه قول لها تعين فيه، انا جايني انايا. هي روح البوتفليقه قول لها تعين فيه. انا نقول لك لانك انت في الافلان دائما. الافلان جبهه التحرير التي تدعم الرئيس بوتفليقه. شنو؟ التي تدعم الرئيس بوتفليقه ومن خلاله تدعم الجزائر. هذه ثاني لازمك تعرفها. ورشيد نكاس ايضا جزائري معنا ثاني. ومزق جواز سفرها الفرنسي. في حين ان المسؤولين الجزائريين املاكهم في فرنسا بالفضائح. قبيل انت قلت لي راك تشكك، قلتها لي هكذا وانتظر، قلت له ما عندكش تصور في الامم المتحده مع انت امريكا. ممنوع. هذا الشك ثاني. معايا هي الشك. المهم الشك فهمت حاجه يؤدي الى اليقين. واليقين الذي وصلت إليه ما هو؟ الذي وصلنا إليه وهو أننا لنتعاون لنبني الجزائر. راك معايا والله؟ أنا معاك، ما شربش الماء. فهمتي؟ والماء هذا مش قضية أنا نصارحك. بالك تغلط. اسمع نصارحك زينة. أنا مش الماء نتاع عين صالح هو اللي هكذاك. أنا راني مش تايق في الماء. راني أنت مانيش تايق من طيب أنت لن تصدق حتى يشرب الماء تاع عين صالح. بيفهم المشكل تاع الجنوب الجزائري. الماء دروك ماشي بيشربوه. والله ممتاز. والله لا ما كاينش. شكرا. ما تغيظكش باللي كاع الجنوب ما يشربوش الماء دروك تاع يا راجل اسمع. ما تغيظكش. اسمع انت راهم قاضوك في عامين، راهم قاضوني في 60 سنه. اسمع غاضوك في 60 سنه. لا انا الوضع نتاعهم عارفه، بصح الوضع نتاعهم مش المشاركه في التباكي. راك معايا؟ كنت تحفر لهم حاسي انت ويشربوا بالماء نتاع جايب. هذا هو المشكل. لا احفر لهم حاسي. الدوله قالت لك ما تحفرش. تعرف شحال متر بيجيب الدنيا؟ روح احفر لهم حاسي. عندي سؤال. احفر حاسي راك قادر. صح. انت جايب لي قرعه نتاع ما بالك جايبها من واد حراش. قال لي من هذا. حاشا. على بالك شحال من متر باه تجبد الماء في عين صلاح؟ شحال متر؟ شحال؟ نسقسيك. كيلومتر. تقول تعرف الجزائر. كيلومتر. ولا نعرف الجزائر من فوق نعرفها من الارض. كيلومتر شحال؟ قول لي شحال من متر؟ شحال؟ بتحفر بتجيب الماء في عين صلاح شحال؟ يا وعند اديهم. قول لي شحال من متر؟ ادي اسمع اذا كان قصدك تعرف ولا ما تعرفش؟ اش نعرف؟ تريد ان تجيب شحال لازم تحفر؟ كيلومتر ونص. اللي نسقسي فيك من كيلو. اسمع تعرف ولا ما تعرفش؟ من 800 متر قاعد تجبد الماء. شوف 160 متر تجبد الماء. 160 متر هذا تجبدها حتى في برتوتا. راني نحكي لك باللي لازم واحد يستحفظ على بلاده، لازم يعرف المشاكل تاع السكان. ثم احنا في الجلف راهم جايبين لنا الماء من ثم، راك عارفها ولا لا؟ مالح الماء تاعهم مالح. على بالك باللي مالح ولا لا؟ على بالك ولا لا؟ تراك هذا وين ذقته؟ نهار اللي كنت عاد الماء تاعهم كنت نظل نشرب فيه حتى هو مالح. سي مصطفى راني نحكي لك باللي اليوم كان مشكل كبير. يا سي نقاز كيفاش راح تعاونهم؟ ليش ماكش نعاون معاك انت. شوف يد واحده ما تصفقش يا سي مصطفى. يا راجل انا نعاونهم برحمه الوالدين نتعاون. لا هذه قليله. اسمح لي نعملوا عمله. لازم حنايا شوف لازم حنايا كاع في رهبه نكونوا ضد هذو الشركات اجنبيه اللي باغيين يستعمروا بلادنا يوسخوا الماء تاع الجزائر. مالي نقول لك حاجه، انا اي واحد معنا ولا لا؟ اي واحد يوسخ الجزائر انا ضده. بارك الله فيك. كاين لست شخص ولا شركه. بارك الله فيك. لكن الحاجه اللي نطلبها منك وماذا بيا تعهد بها قدام الناس، قال يا عين صالح راني جاي نحفر لكم في حاسي باش تشربوا الماء. ما تقدرش بصح. يا 800 متر قلنا فراج تاع الحواسي. خليني نفهمك المشكل تاعها. نكمل برك. علاه ما ديتهمش كاميون تاع سعيده تاع ماك وعطريح. ومن بعد كي ديروا؟ على الاقل ما دامك انت مشرب. نقول لك ولا لا؟ ما دامك انت هذو الشركات الاجنبيه راهم باغيين باللي ما يزيدوش يشربوا الماء تاع الطبقه الجوفيه. اسمع الخلاصه ان انت ما هي همتك لا عين صالح ولا الغاز الصخري، انت همتك توتال ماكش حاب هادجي، وتوتال انا ما نعرفش كاع جدها. راك معايا؟ وانا ماذا بيا ارض الجزائر للجزائر. بارك الله فيك راني معاك. هكذا لازم السوناتراك لا السوناتراك ولا غيرها. شكرا لكم. تجاوزنا الوقت. رشيد نكازة رئيس حركة فيك الشباب والتغيير قيد التأسيس، مصطفى بن عطا الله البرلماني السابق عن حزب الأفلان، شكرا لكما. مشاهدينا نلتقي في الغد إن شاء الله.